مرحبا بكم متابعي قناة وردنا الآن الإخبارية. ما تنسوش الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس باش نجيب لكم أكثر المعلومات الحصرية والخاصة. في حادثة هزت مدينة قفصة وخيمت عليها أجواء من الصمت والذهول، تم العثور على جثة شاب ملقاة في وسط الطريق بمنطقة تفتقر لأبسط مقومات السلامة، لا إنارة عمومية ولا كاميرات مراقبة ولا حتى شهود عيان. الحادثة أثارت موجة من الحزن والتساؤلات، ولكن تفاصيلها بدأت تتكشف شيئا فشيئا. الشاب الضحية هو محمد أمين عليمي من متساكني الجهة في ريعان شبابه، معروف بين أهله وأصدقائه بابتسامته الهادئة وسلوكه الطيب. خبر وفاته المفاجئة كان صاعقة لعائلته التي استقبلت الجثة في صدمة لا توصف، خاصة أن الجريمة بدت في أول الأمر غامضة وغير مفهومة، وملابساتها محاطة بالكثير من علامات الاستفهام. في البداية لم يكن هناك أي دليل واضح يفسر ما حدث، خصوصا أن مكان الحادث يخلو من الكاميرات، ما جعل مهمة الأمنيين صعبة. ولكن بفضل جهود وحدات البحث والتفتيش، تم تكثيف التحريات والمعاينات الفنية، إضافة إلى سماع شهادات من الجوار والمرة. هذه الخطوات كانت المفتاح الذي ساهم في فك اللغز وكشف حقيقة ما جرى تلك الليلة. المفاجأة جاءت بعد ساعات من التحقيقات، حيث تم تحديد هوية المشتبه به، سائق سيارة من أبناء المنطقة. تبين أنه صدم الشاب محمد أمين أثناء مروره في الطريق، ثم فر من مكان الحادث دون أن يقدم المساعدة أو يبلغ السلطات. وبعد مواجهته بالأدلة، اعترف السائق بما اقترفه، ليتم إيقافه وإحالته على التحقيق. ووفقا للتكييف القانوني الأولي، يواجه هذا الأخير عقوبة قد تصل إلى 10 سنوات سجنا، إضافة إلى سحب رخصة السياقة، خصوصا إذا ثبت أن الحادثة كانت نتيجة خطأ منه، ثم قرر الفرار بغرض التهرب من المسؤولية الجزائية أو المدنية. قضية محمد أمين عليمي أعادت إلى الواجهة واقع الطرقات في بعض الأحياء المهملة، وطرحت من جديد تساؤلات ملحة حول غياب البنية التحتية الضرورية لحماية الأرواح. وما بين ألم العائلة التي دفنت ابنها على وقع الدموع، ووجع منطقة لا تزال تعيش صدمة ما حدث، يظل الأمل معقودا على العدالة، وعلى أن تكون هذه الحادثة درسا لتحسين ظروف السلامة وتفادي المزيد من الفواجع.